بتشتري التوم الصيني وبتخزنيه ومش فاهمة يعني ايه توم صيني وتوم بلدي. تعالى افهمك قبل ما يضحك عليكي. لان التوم الصيني والتوم البلدي حاجة وده حاجة خالص، وناس كتيرة قوي بتاخد التوم الصيني وتقوم مخزناه وشايلاه. اضطريت ان انا انزل الشارع واوريكوا ايه اللي بيحصل في التوم البلدي والتوم الصيني، وايه ده بيتعمل ايه وده بيتعمل ايه. تعالوا اوريكوا الجولة. تعالي بقى افهمك ايه الفرق بين التوم الصيني والتوم البلدي. التوم اللي انا ماسكاه ده التوم البلدي اللي يتخزن. ناس كتيره قوي بتروح تشتري التوم الاحمر اللي عم عماد بيدهوني ده في ايدي. التوم الاحمر ده يا جماعه ده التوم اللي متطعم بتوم صيني، ده بيتعلق في البلكونه بيتنشف طول السنه كده. اما التوم الابيض اللي انا ماسكاه ده اللي بيتفرم، وبيتفرم بطريقه معينه عشان في ناس بتحط العرش بتاع التوم عشان تزود الكميه ويبيعهولك بنفس الكيلو التوم الصافي. عم عماد هيورينا دلوقتي ازاي بنعمله. تعالي اقولك ايه الفرق بقى بين التوم البلدي والصيني، وايه اللي تشيليه في الفريزر. التوم الابيض ده البلدي اللي ريحته قويه جدا، ده اللي لازم يتفرم ويتشال في الفريزر. طيب لو زودنا العرش بتاعه هتلاقي فيه ناس تجار ما بتراعيش ربنا فبتزود العرش، ده بيخلي لونه اخضر وبيبوظ طعم وبيخفف النكهه بتاعه التوم. طيب هل التوم الاحمر ينفع نفرمه؟ لا. ليه؟ التوم الصيني النكهه بتاعه التوم والريحه بتاعته بتبقى ضعيفه غير البلدي، فلازم التوم اللي هنشيله في الفريزر يبقى التوم البلدي الابيض مش الاحمر. الاحمر يتنشف من السنه اللي احسن واحد بقى في امبابه في ارض الجمعيه شارع النصر عم عماد. عم عماد واقف قصاد سوبر ماركت الاقتصاد في شارع النصر، هو اللي هيقول لك ازاي تخزني التوم بما يرضي الله من غير ما يأكسد او يتحول لماده سامه. وهيقول لك ازاي ايه تخزني الابيض ولا الاحمر، عنده ضمير بما يرضي الله. الناس اللي هتقول لي انت خدتي ايه من الراجل الطيب ده اللي بيبيع توم، خدتي كام في الاعلان؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيتهمني بكده. انا مش زيك، مش عشان صورت للناس دي ابقى خدت مقابل او خدت منهم حاجه. انا احب اعمل الخير بدون مقابل. ان كنت انتي بتعملي خير من غير مقابل، بتعملي خير بمقابل، فانا عادي بعمل ده وبعمل ده. حسبي الله ونعم الوكيل. وكمان بعد ما بننضف التوم وشلنا منه العرش تماما، عشان الناس بتحط العرش بيحط عليه شوية ملح عشان ما يأكسدش ولونه يغير، ويبتدي يحطه في المفرمة. بيحط كيس كده على بق المفرمة. عايزة اقول لكم عم عماد بيبيع كيلو التوم ب9 جنيه. هو واقف في شارع النصر في امبابة قصاد سوبر ماركت الاقتصاد. ما شاء الله الراجل ده اكتر حد عنده معلومات ملمة بتخزين التوم، والتوم عنده استحالة يغير لونه. بعد ما نضف التوم حط عليه شوية ملح وبدأنا نفرم التوم بالشكل ده في الكيس. بصوا التوم ما بيتعرضش للهواء بعد ما بيتفرم خالص، من المكنة للكيس على طول زي ما انتوا شايفين كده. وكمان الراجل الطيب ده واقف جنب سوبر ماركت الاقتصاد في شارع النصر، بيبيع عجوة صعيدي، عجوة بلدي زي ما انتوا شايفين اهي بالكيلو. وبيبيع بلح بيجيبها من بلد ايه سيوة، البلح الغالي ده، وبيبيعه بسعر حلو جدا. راجل كده واقف بعربية، بصوا وشه سمح زي ما انتوا شايفين، حد طيب جدا. بيبيع جميع انواع البلح والعجوة البلد الصعيدي اللي من غير اي اضافات، حاجه كده بيور. الناس اللي موجوده في شارع النصر اتمنى تروحوا تشتروا من الناس الطيبه دي. والست الجميله اللي بتبيع الخضار دي قصاد الاقتصاد برضو قالت لي صوريني. ربنا يرزقهم جميعا يا رب. والراجل الطيب بتاع النعناع ده برضو ربنا يا رب يرزقه ويوسع رزقهم. قسما برب العزه انا ما واخده جنيه من الناس دي ولا واخده حاجه ببلاش. الناس دي انا بحبها لله في لله، والفيديو ده انا عاملاه طيبه.